الذاكرة العضلية. بروس لي في الكتاب ديالو تاو جيت كوندو قال: أنا لا أغشى الرجل الذي تمرن على 10,000 طريقة للركل، ولكني أغشى رجل تمرن 10,000 مرة على ركلة واحدة. في إشارة منه الأهمية ديال التكرار والممارسة اليومية. وفي 2009 عالم الأعصاب جوليان دويون بين أن العقد القاعدية والمخيخ هما الأساس في تخزين المهارات الحركية. التكرار والممارسة اليومية كتبني مسارات عصبية جديدة، كتخلي الحركات ديالك كتولي اوتوماتيك. وفي الخياطة الذاكرة العضلية شي حاجة مهمة، بل هي أهم حاجة في الخياطة. منين كتبدا كتعلم الخياطة كتكون مركز بزاف، كيفاش تشد الجوب وكيفاش تنظم الخيط وكيفاش تكسيري على الماكينة وكاع دوك التفاصيل الاخرين. وهذا التركيز كيحتاج ذاكرة سميتها الذاكرة الواعية. ولكن مع التكرار والممارسة اليومية الدماغ ديالك كيدوز هاد المهارات للذاكرة العضلية، والنتيجة ديالها اليدين والعينين والرجلين كيوليو كيخدموا بشكل اوتوماتيك بلا ما تبقى كتفكر في كاع التفاصيل الصغيره. هادشي اللي كيوقع مع اي واحد شفتيه اولا كتشوفه خدام ما مسوقش كاع لديك الخدمه وصافي مكسيري عليها والخدمه كتخرج يا سلام. هذا ما كيعنيش بانه ساحر اولا دجال، ولكن كتعني بانه شخص عنده ذاكره عضليه قويه في داك البوست وخدمو ومارسو بزاف ديال المرات. وهو نيت الا هزيتيه وحطيتيه في شي بوست اخر غادي يولي كيبان لك انسان عادي وماشي ساحر اولا دجال اولا. كيفاش الذاكره العضليه كتطور المستوى ديالك، كتخليك تمر من المرحله ديال المبتدئ اللي كيضرب فيها بزاف ديال التماره وكتفكر في كاع التفاصيل الصغيره، شنو خاص ندير وشنو ما خاصنيش ندير، واش نجرتوب واش ندفعو واش نكسيري واش نوقف واش. المرحله ديال المحترف اللي كيولي خدام ما مسوقش، خدام هو مرتاح، حيتاش كتولي كدير دوك التفاصيل وكتطبق دوك المهارات بواحد الشكل لا واعي، وكتفرغ الدماغ ديالك باش كتفكر اكثر في الكاليتي وفي الابداع ديك الخياطه اللي انت كديرها. ملي المهارات الاساسيه كتولي اوتوماتيكيه بالنسبه ليك وما كتبقاش كتفكر فيها، كتولي عندك الحريه والرفاهيه ديال انك تفكر في بزاف ديال الحوايج اخرين وتركز كيف دير تخرج داك الموديل في ابهى حله. وكل ما تزاد التكرار تزادت السرعه وتزادت الكاليتي ديال الخدمه. وبالمناسبه في الشركات اللي كتفهم مزيان الاهميه ديال التكرار والممارسه اليوميه راهم كيفورميو الناس عام وعامين وثلاث سنين على بوست واحد باش يقدروا يعطيوهم الكاليتي والبرودكسيون اللي هما باغيينها. الجانب النفسي، الخياطه ماشي غير تقنيات ومهارات وصافي، هي كتعطيك نوع من الثقه بالنفس، حيت كتكتشف ان العقل ديالك والقدره ديالك على التعلم كتخليك تبني مهارات جديده. الذاكره العضليه بحال شي خزان، كل تمرين كتزيدو فيه وكل عاده كتخليها جزء منك. وفي هذا الاطار هذا ما تخلي حد يضغط عليك الا ما قدرتيش تخرج نفس البرودكسيون اولا الكاليتي اللي خدمها واحد اخر في بوست، لحقاش راه بكل بساطه ما عندكمش نفس الذاكره العضليه في هذاك البوست. والا كان هو احسن منك في حاجه انت راه قادر تكون احسن منه في حاجه اخرى. الانسان انواع وربي خلق وفرق، كاين اللي كيبغي المساحات الكبيره ويكسيري وياخذ راحته في الكسيراتور، وكاين تبارك الله اللي عنده القدره على التعامل مع المساحات الضيقه ويخدم في واحد ليسباس صغيور بحال البوانيات اولا غزاريات اولا كوانات. وبزاف ديال البوستات اللي كيبغيو بنادم يكون عنده صبيعات صغيورين يتخشاوي كاينين. وإلا ما عرفتي لهمش هذا راه ماشي عيب، ماشي بالضروره الا ما عرفتيش راك ما كتعرفش بالمطلق. وفي هذا الاطار هذا ما تنساش دير ابوني دير جيم كوموند وخلي لي تعليق شنو الحاجه اللي تبغيني ندير عليها فيديو في الايام الجايه. تهلا.